بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون وعلى ضفاف نهر النيل العظيم يقبع مبنى وزارة الخارجية المصرية. وزارة استطاعت ببراعة تقزيم دور مصر السياسي عربيا ودوليا وضمان تبعيتها للسيادة الأمريكية والصهيونية. مهمة مصر أن تعزز قدرات الشعب الفلسطيني على العيش في أمن وحياة. أما أن يقال فلتفتحوا البوابة لكي يعبر السلاح، هذا هو الشيخ نصر الله، ولن نساير الشيخ نصر الله في هذا. انتشر الفساد في جسد الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية، والتي انحدرت بشدة إلى الدرجة التي جعلت وزيرة الحرب الصهيونية تسيبي ليفني تلقي بخطاب الحرب على غزة من قلب القاهرة. Hamas need to understand that our aspiration to live in peace doesn't mean that Israel is going to take this kind of situation any longer. Enough is enough. وسط أكوام الفساد تلك يبرز من بين الفاسدين موظف بدرجة سفير لدى الولايات المتحدة يعمل عند آل مبارك كغيره من العاملين لتجميل وتحسين صورة نظام مبارك لدى الأمريكان. عرف باسم محمد نبيل فهمي، وريث إسماعيل فهمي وزير الخارجية في زمن السادات. دبلوماسي مصري تخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية. يذكر الفريق سعد الدين الشاذلي قائد حرب أكتوبر في مذكراته بأن فهمي استغل نفوذ والده ليتهرب من الخدمة العسكرية بينما كان المصريون يخوضون معركة تحرير الوطن. بعد فشله في تجميل صورة مبارك لدى الأمريكان عزل من منصبه كسفير لدى الأمريكان ليعين عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. ظل فهمي في الظل ليستدعيه العسكر مع انقلاب 3 يوليو مثل العديد من وجوه نظام مبارك ليقضوا على ما تبقى من ثورة يناير. السيد محمد نبيل فهمي إسماعيل فهمي وزير الخارجية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأحترم الدستور والقانون. يتولى فهمي حقيبة الخارجية في حكومة الانقلاب ليبدأ رحلة فشل جديدة يفتتحها الرجل بحملة تسول عالمية من الدول التي اعترفت بشرعية الانقلاب. وحتى في تلك المهمة لم يغادر فهمي الفشل، فظهر الرجل بمظهر مخزي وهو يخطئ في أسماء الدول التي تتولى الإنفاق عليه وعلى قادته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بسمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة المتحدة. إعادة مصر لهويتها العربية والإسلامية كانت تلك هي الأسباب التي ساقها فهمي للغرب مبررا انقلاب الجيش على الرئيس الشرعي للبلاد. Morsi, without a good constitution, was trying to lead the country towards an Islamist face of Egypt. كان من الطبيعي بعد تلك التصريحات التي يتحرك فهمي لقطع علاقات مصر ما بعد الانقلاب بمحيطها العربي وعمقها الإسلامي، فقطع ولأول مرة في تاريخ البلدين علاقات مصر مع تركيا بعد رفض أنقرة الاعتراف بشرعية الانقلاب. ما تم اتخاذه من إجراءات هو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بمعنى نزلناه من سفرة لقام بأعمال. وفي خدمة جليلة لتل أبيب يعلن فهمي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تشكل خطرا على الأمن القومي، فتعود سلطات الانقلاب لمحاصرة قطاع غزة مرة أخرى. هذا سيؤثر صراحة على العلاقة بيننا وبين حماس، سيؤثر في تعاملنا معهم على المستوى السياسي، سيؤثر أيضا في تصرفاتنا تجاه مصالحهم
بالتحديد على الحدود فيما بيننا وبين غزة. بالرغم من بشاعة الجرائم التي ارتكبها الجيش في مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، خرج فهمي موضحا للعالم أن هذه الجرائم كانت عملا شرعيا. والفض الذي تم وفقا لقرارات من النيابة تحديد وتنفيذا للقانون. يغضب الضمير العالمي لإسالة دماء المصريين، فيقرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية مصر وترفض الدول الإفريقية استقبال أي من الانقلابيين، الأمر الذي أثر بمزيد من السلب على ملفات شديدة الخطورة مثل ملف سد النهضة، والتي أعلنت الحكومة فيما بعد فشل المفاوضات فيه. النسبة الإجمالية الذين قالوا نعم 98.1%، والذين قالوا لا 1.9%. لم يستطع فهمي أن يخفي الحرج الذي سببه مبالغة قادة الانقلاب في إعلان نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ليعترف أن النسبة التي خرجت بها نتيجة الاستفتاء غير منطقية. إنما بكل صراحة أنا أفضل كثيرا أن تكون نتيجة 80 85. في الخلف ظهر فهمي مع قائد الانقلاب وهو يصطحبه في جولات مكوكية ظهر فيها السيسي لأول مرة بالبدلة المدنية. الفريق المشير السيسي بدا فهمي مرتعشا هزيلا أمام نظيره الروسي في زيارته الأخيرة بصحبة السيسي التي وصفها السياسيون بالفضيحة. نبيل فهمي لم يجد الانقلابيون أفضل ممن خان وطنه وقت الحرب ليخدمهم في زمن الانقلاب.